بص يا باشا، النهارده حاولت أحل أول تحدي ليا على كود وورز، وده كان أول تحدي، وخدت تقريبا 30 دقيقة عشان أحل التحدي ده، رغم إنه سهل جدا، ولكن أنا ما كنتش متعود على طريقة حل المشاكل والبروبلم سولفنج وما إلى ذلك يعني. وعرفت الحمد لله إن أول حاجة لازم تفهم المشكلة جامد جدا، تقرأها مرة واتنين وتلاتة عشان تبدأ تفهمها وتعمل instructions صح. تاني حاجة لازم تعملها إنك تخطط قبل ما تبدأ الكودينج. انت لو بدأت كودينج على طول هتغلط، وده اكيد حاجة كده 100%. ولو بس فكرت انك تخطط نسبة الخطأ هتقل. وتالت خطوة وهي انك تريسيرش لو في حاجة وقفت قدامك، ما تكسفش تروح تتكلم مع الاي اي انك تحاول تحل المشكلة معاه. انا بس هنا فوق اتكلمت مع الذكاء الاصطناعي واحد بس، هو تشات جي بي تي طبعا، لانه هو احسن حاجة بالنسبة لي. فاي مشكلة تقف قدامك بعد ما انتهت حلول الارض، روح ابحث مع الذكاء الاصطناعي. والجزء التاني عشان وقتك قريبا بإذن الله. سلام يا باشا.